وتحقق الاستغلاليات المنتسبة للقطاع إنتاجا إجماليا بقيمة 1,500,000 طن من الزيتون، كما ينتج المغرب 16,000 طن من زيت الزيتون، فما انعكاس ضعف التساقطات المطرية في الفترة الماضية على إنتاجية أشجار الزيتون. هذه السنة كيف كتشوفوا كانت واحد السنة جافة، على وقع مشاكل على جميع المنتجات كلها، واحد التاثير ديالو كان بشكل كثير على الزيتون، وما كاينش غير من الناحيه ديال الجفاف، كاين من الناحيه حتى ديال الحراره، ان دارت واحد السنه بواحد الحراره مفرطه، وفي الوقت اللي كيخص يكون الاشجار فيها خصها تكون البروده ما كانتش، هادشي اثر على الشجره، اثر على الانتاج كله. مجهودات كبيرة تبذلها وزارة الفلاحة من خلال مخطط المغرب الأخضر للرفع من مردودية القطاع الذي يستفيد من مزايا أبرزها حوافز الاستثمار ونمو الطلب العالمي، غير أن زراعة الزيتون ببلادنا تعتمد على 80% من التساقطات المطرية و20% من عمليات السقي بمختلف أنواعه. اللي كنطالبوا من الاخوان الفلاحه ان هذا العام ملي كاين المنتوج قليل، ان يحاولوا عليه، ما يتكرسوش على المنتوج ديالهم، يحاولوا ما يقطفوش الزيتون في الوقت، لان دابا شفنا بعض الفلاحه بداو يبيعوا الغلات ديالهم وبداو يحيدوا الزيتون. دابا المردوديه ما كايناش في الزيت. يشار إلى أن المغرب وضع خطة استراتيجية في أفق سنة 2020 لزرع 1.2 مليون شجرة للزيتون لإنتاج 2.5 مليون طن من زيت الزيتون، تخصص 120,000 طن للتصدير سنويا.